في أحد أحياء باريس الراقية عاشت ليلى حياة تبدو مثالية. فتاة مغربية جميلة درست القانون وعملت في شركة محاماة مرموقة. كانت تحلم بأن تصبح قاضية ذات يوم، لكن القدر كان يخبئ لها طريقاً آخر، طريقاً مظلماً لم تتخيله يوماً. البداية: حب في السر. تعرفت ليلى على فرانسوا، شاب فرنسي من عائلة ثرية، ووقعا في الحب رغم اعتراض عائلته. كانا يلتقيان سراً، وحين طلب الزواج منها رفض والده بشدة، مهدداً إياه بحرمانه من الميراث. لكن الحب انتصر، وتزوجا في هدوء. بعد الزواج انتقلت للعيش في قصر عائلته، وهناك بدأت معاناتها. تحول فرانسوا إلى شخص آخر، شخص غامض وقاس. في البداية كانت الأمور عادية، لكنه بدأ بالتحكم في كل شيء: ملابسها، تحركاتها، وحتى اتصالاتها. لم تعد تخرج دون إذنه، ولم تكن تراه إلا ليلاً. الكوابيس تبدأ في إحدى الليالي. استيقظت ليلى على صوت همسات في الطابق السفلي. تسللت لترى فرانسوا يتحدث مع رجل غريب، يتبادلان ظرفاً أبيض. سمعت كلمات مبهمة: الشحنة جاهزة، لا يجب أن يعرف أحد. ارتجفت، لكنها تجاهلت الأمر، مقنعة نفسها أن عقلها يبالغ. لكن بعد أيام وجدت حقيبة مليئة بالأموال مخبأة في غرفة مغلقة. عند مواجهته ضربها لأول مرة. عندها أدركت أنها ليست زوجة فقط، بل أصبحت رهينة. الهروب المستحيل بدأت تخطط للهروب، لكن الأمر لم يكن سهلا. جواز سفرها اختفى، وهاتفها كان مراقبا. وفي يوم ما وجدت رسالة غامضة على وسادتها: أنت في خطر، لا تثقي بأحد. لم تعرف من أرسلها، لكن كان عليها التحرك. استغلت فرصة غيابه في إحدى الليالي، فتسللت إلى المرآب، لكنها فوجئت بالحارس يوقفها. وبينما كانت تهم بالصراخ همس لها: اتبعيني إن كنت تريدين النجاة. قادها إلى مخرج سري وأعطاها هاتفا وقال: اتصلي بهذا الرقم، قولي فقط الوردة السوداء في القفص. ثم اختفى. نهاية غير متوقعة. اتصلت بالرقم، فجاءها الرد: ثبت موقعك، نحن قادمون. لم تفهم، لكنها نفذت. خلال دقائق اقتحمت الشرطة المكان واعتقلت فرانسوا. اكتشفت لاحقا أنه كان جزءا من شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريب المخدرات، وكانت هي مجرد غطاء أمام المجتمع. اليوم تعيش ليلى تحت حماية الشرطة بهوية جديدة، لكنها ما زالت تستيقظ ليلا تتساءل: من كان الحارس؟ وكيف عرف كل شيء؟ لكن السؤال الأهم: هل هي حقا بأمان؟ أم أن الماضي لم ينتهي بعد؟